جاي. والله كل اللي انا بحتاجه الاستمراريه. انت شفت انا لعبت الحمد لله النهارده. لو بصيت في مسابقه الدوري كلها الحمد لله انا اعلى لعيب عامل اجوان في الدوري من المباراتين. انما انا لو مستمر بدون اي اصابات لا هيبقى في صالح جمعه تاني خالص طبعا. لكن الحمد لله انا راضي عن مستواي جدا مع النادي الاهلي الفتره اللي فاتت دي. الحمد لله قدرت ان انا اخد لاعب الشهر في النادي الشهر اللي فات ده. الحمد لله المباريات اللي قدمتها كلها قدرت ان انا احرز فيها وقدرت اعمل اسيست. فطبعا انا راضي عن نفسي تماما وان شاء الله جاي افضل باذن الله. قول لي لعماد متعب. لا عماد متعب ده يعني قيمه كبيره جدا للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ولينا كلاعبين. وانا عشان الناس تبقى فاهمه انا ما عنديش مشكله مع عماد متعب وما اتخانقتش مع عماد متعب. مشكله كابتن عماد متعب هي مع كابتن زيزو. انا خارج المشكله تماما. كل الموضوع ان انا بدات انا وعماد نتكلم لكن ما فيش اي حاجه خالص. وبعد التمرين رحنا اتكلمنا مع بعض وما فيش اي حاجه. لكن انت عارف الناس بتحب تكبر الموضوع. كابتن عماد متعب يعني شخصيه محترمه جدا وجه المعسكر وكان معانا في المحاضره الفنيه والنهارده بيأزرنا من فوق. فلاعب تاريخ كبير جدا وما حدش يقدر يتعدى مع كابتن عماد متعب ولا تاريخه ولا اسمه طبعا. يعني الموضوع ده زوبعه وعدي زوبعه دي كره قدم وياما نتخانق بعد كده في المستقبل وياما يحصل مشاكل وكره القدم ما بتخلاش من الكلام ده. لكن في الاول والاخر الناس بترجع تتصافى تاني والموضوع بيبقى احسن وده اللي حصل. بس عدم اعتذارك ان ما فيش موضوع. عدم اعتذار مفيش موضوع فعلا. يعني عدم اعتذار مفيش موضوع. وانا لو اخطات في حق عماد متعب كنت هعتذر له. لان طبعا عماد متعب راجل كبير عماد زعلان منك. لا خالص. انت ممكن تساله. انت اكيد انت علاقتك كويسه بعماد متعب وممكن تساله. مفيش بقول لك اتكلمنا بعد التمرين مباشره. وعماد متعب كانت مشكلته مع كابتن زيزو واعتذر لكابتن زيزو امبارح والمشكله اتفضت والمكسب بيعدي اي حاجه. صالح حاسس انت لاعب تقيل يعني في الملعب مش عايز اي توجيهات حتى من اللعيبه الكبار. مفيش. انا بلعب في المنتخب الاول وانا 17 سنه. اي نعم بحترم اللعيب الكبير وبحترم اللعيب اللي سنه كبير. لكن في الاول والاخر انا راجل دولي مش لعيب صغير. عندي ماتشات دوليه كتير في السي في بتاعي. راجل كنت قبل كده احسن لعيب في افريقيا. احترفت بره حاجات كتيره جدا. فانا بحترم الناس الكبيره بتتكلم معايا لكن برضه انا مش لعيب صغير اتوجه روح كده اعمل كده لا. انا لعبت كتير ولعبت واكيد انت عارف عدد ماتشات دوليه قد ايه. ولعبت مع المنتخب مع النادي وكل حاجه. لكن طبعا اللعيبه الكبيره في الاول والاخر لما بييجوا يتكلموا طبعا ليهم كامل الاحترام يعني. ده تحذير للعيبه الكبار ما حدش يكلم صالح جمعه. لا طبعا كلهم بصراحه. انا تحذير من صالح جمعه. عايز اقول لك حاجه ان اللعيبه الكبيره لعيب كبير واللي هيكلمه هو حاضر. اللعيبه الكبيره اللي في النادي هنا محترمين جدا بجد. عماد محترم جدا. حسام غالي عصبي في الملعب لكن بره الملعب شخصيه ثانيه خالص. فكل اللعيبه هنا بصراحه محترمه جدا وبيتعاملوا معانا كاخواتهم الصغيرين ومفيش اي حاجه. النهارده زي ما انت شايف الناس كلها موجوده بتأثرنا في الملعب. وليد سليمان هو مصاب وعماد متعب والناس اللي بره كله. فلا دي روح كويسه السنه دي وان شاء الله باذن الله تستمر الروح دي باذن الله. يعني بتمنى لك التوفيق يا صالح ودايما عايزين مش نشوفك مع النادي الاهلي بس مع منتخب مصر لان اعتقد مستر كوبر كان حاطك في حساباته بشكل كبير جدا لولا الاصابه. ان شاء الله باذن الله يعني المباراه القادمه ان شاء الله الواحد يقدر يشارك اكتر من كده باذن الله ويرجع لفورمته تاني بعد الاصابه وان شاء الله ابقى موجود في المنتخب باذن الله. مبروك يا صالح حبيبي ربنا يخليك.